بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم معاشر الأخوة المستمعين والمستمعات في برنامجنا صفحات من حياة الأنبياء، والتي تتضمن نماذج من حياتهم ومواقف أقوامهم من دعوتهم وصبرهم وجهادهم في الدعوة إلى التوحيد، والدروس والعبر المستفادة من قصصهم. ونشرع بهذه المقدمة أيها المستمع الكريم لأهميتها، ثم ندخل في صلب برنامجنا. اعلم أيها المستمع الكريم أن الأنبياء هم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في التبليغ، يبلغون عن الله جل وعلا ما يريد أن يوصله إلى عباده، فيعرفون الناس ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم، يعرفونهم ما يرضي ربهم وما يسخطه جل وعلا، فيعمل الناس على تحقيق محاب الله جل وعلا، ويعملون كذلك على تجنب ما يغضب الله جل وعلا. أيها المستمع الكريم، إن حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين أكثر من حاجتهم إلى الأكل والشرب والتنفس. إن الناس بلا شك بحاجة عظيمة لهؤلاء الأنبياء والرسل. يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء،